يعني تأخذ كذلك ليست عادة، إنما هي من الروابط التي تقوي الجوانب الاجتماعية في علاقات المسلمين وعلاقات الناس بإذن الله، حتى تكون هذه الزيارة نافعة منتجة لما يكون به تماسك المجتمع وترابطه وقوة صلته مع بعضه. هذه الزيارة لا شك أن لها الكثير من الآداب والكثير من الأمور التي تجعلها تكون إن شاء الله مثمرة ثمرة طيبة. في لقائنا هذا نتناول موضوع الزيارة وما ينبغي أن يحتويه وما ينبغي أن كذلك أن يتضمنه من آداب ومن أمور تجعلها بإذن الله نافعة، وكذلك ما طرأ على موضوع الزيارة من بعد الذي يعني ينبغي أن يترك. حول هذا الموضوع إن شاء الله يكون لقاؤنا في هذا اليوم. فضيلة الشيخ، في بداية هذا اللقاء لعل من يعني توضيح للزيارة بين النمط كسلوك اجتماعي، وكيف يمكن يعني هذه الزيارة أن تكون يعني نافعة ومجدية، مفهومها كعبادة ومفهومها كسلوك عادة أو شيء يتم من خلال السلوك الاجتماعي. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول العلامة ابن خلدون: الإنسان مدني بطبعه، يعني الإنسان ليس مستوحشا أو لا يستطيع أن يعيش بمفرده بمعزل عن الناس. وأقول بهذا الشأن ليست الفردانية الآن التي تسعى إليها الحضارة الحديثة والحضارة الغربية على وجه التحديد مما يلائم أصلا طبيعة الإنسان، لأنه يحوله إلى كائن متوحش أو كائن منفرد يبحث عن مصالحه، يبحث عن منافعه الخاصة. وتحاول هذه الفكرة الجديدة اللي هي فكرة الفردانية أن تعزل الإنسان عن امتداداته، أيا كانت هذه الامتدادات خاصة ذات الطابع النسبي أو ذات الطابع الجواري. هذه تحاول أن تقلصها لتحول هذا الإنسان سبحان الله حتى في بنيتها وفي عمرانها وفي طبيعة سكنها، تحاول أن تعزل هذا الإنسان عن أي شكل من أشكال التواصل الحقيقي على الأرض، وتربط هذا الإنسان بعد ذلك بعوالم أخرى، العوالم الافتراضية التي نراها الآن تقريبا من خلال السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي الغير حقيقي. وبالتالي هنا تأتي المفارقة حقيقة بين ما نتكلم عنه اليوم وبين ما هو يجري الآن للأسف الشديد على مستوى الحضارة الجارية. الحضارة الجارية صحيح فيها جوانب إيجابية كثيرة جدا، ويمكن أيضا إن شاء الله أن نتكلم في إطار الزيارة نفسها وما الذي يمكن أن يكون تدخل فيه العوامل التكنولوجية، كيف يمكن نستثمر في الزيارات. لكن ما أريد أن أقوله، الزيارة التي نتكلم عنها هي عبارة عن تحرك حقيقي على الأرض يذهب فيه الإنسان أو يذهب فيه شخص من الأشخاص أو مجموعة من المجموعات للوصول إلى شخص آخر. نعم. فهي فيها حركة، فيها عنصر زمن، فيها كذلك عنصر مكاني، فيها اللقاء المشترك الحضوري وليس اللقاء عن بعد. فهي على كلنا الزيارة هي حالة ميدانية يقوم بها الإنسان لطرف من الأطراف. إلى هنا يمكن أن نقول عمليا تلتقي الشريعة مع الأعراف، إنه والله أي محاولة لوصول شخص لشخص آخر وفي سبيل السلام، في سبيل التفقد، في سبيل الوقوف على الحالة المرضية إن كان هنالك مريض، أو في سبيل صلة رحم إن كانت هنالك أرحام، أو في سبيل الإصلاح إن كانت هنالك إشكالية اجتماعية، كل ذلك يمكن أن الحالة العرفية والحالة الشرعية تتداخل فيها، فلا إشكال في ذلك. لكن يبقى البعد الديني حاضر عندما تدخل عملية النيات في الموضوع. جميل. فالشريعة تحاول أن تقول لك والله كل هذه القضايا حاول أنت أن تحتسب فيها لله سبحانه وتعالى، وأن تجريها وأنت تقصد أن يثيبك الله سبحانه وتعالى. ففكرة الاحتساب حاضرة في الزيارات الشرعية. يعني الإنسان الذي يزور أخا له في الله أو يزور مريضا أو يزور قريبا وهو يستحضر المعاني الإيمانية ويستحضر أن هذا تكليف من الله سبحانه وتعالى ويتقرب إلى الله بهذا النوع، بل حتى أحيانا لو كانت هذه المسألة مرتبطة بشخص أحيانا لا يبادلك نفس المشاعر، كما قال أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: إني لي أقرباء أحسن إليهم ويسيئون إلي،
فقال إنما أنت تسفهم التراب سفا، يعني أنت فعلا منتصر عليهم بهذه. فموضوع الجانب الشرعي هو كيف يرتقي الإنسان بموضوع الزيارة إلى أن تتحول حالة احتسابية، بعيدا عن حالة المجاملات أو بعيدا عن حالة الرياء والسمعة أو بعيدا عن البحث عن المصلحة التي يرتقبها الإنسان. الأعراف ممكن تدخل فيها هذه. كثير من الزيارات أحيانا يكون الهدف منها أنك أنت والله تسترضي مسؤولا من المسؤولين إذا كان لها علاقة بالمسؤول، مثلا إذا كان شخص له وجاهة في دولة أو ترجو مالا من الشخص الذي تذهب إليه. هذه كلها معاني يمكن في الأعراف متقبلة ولا إشكال فيها، لكن الشريعة تحاول أن تجعل من الزيارات يدخل فيها عنصر الاحتساب. وهذا أهم ميزة تقريبا اجتماعية يحاول. الأمر الثاني، الزيارات أيضا في سياقنا الإسلامي هي تعبر عن الصيغة الجماعية. نعم. التي تفارق الفردانية كما ذكرت أنا في الصيغة الغربية. الصيغة الغربية قائمة على النمط الفرداني، بحيث أنت والله تدخل على شقتك ولا تعرف ما الذي يجري خارج هذه الشقة إلا من خلال هذا النوع من التواصل الوهمي أو التواصل الافتراضي على كل الموجود. لكن الإسلام يحاول أن يجعل الزيارات نمط حقيقي تمتد فيه العلاقات الاجتماعية بين الأقرباء، بين الأصدقاء، بين المتجاورين، بين الإخوة في الله. كل هؤلاء يمكن أن تقع معهم موضوع الزيارة التي هي بصدد الحديث عنها إن شاء الله. جميل، بارك الله فيكم على هذا الاستهلال الطيب والتفريق بين ما يكون عادة وما يكون كذلك من أمر الزيارة من أمر شرعي يحث عليه الدين. لعل من المفيد فضيلة الشيخ أن ندخل أيضا الموضوع من الناحية التأصيلية، إذا كان هناك من نصوص قرآن ربما يستدل بها، وإن كان الأحاديث يعني في الزيارات يعني كثيرة وظاهرة، ويلحق بهذا يعني هل الزيارات أيضا لها ما هو واجب وما هو ممكن يكون أقل من هذا السنة أو غيره؟ بارك الله فيكم. نعم. هو كافة النصوص التي لها علاقة بعملية الوصل وعدم القطيعة في كتاب الله تدخل فيها موضوع الزيارة. جميل. الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، فهي داخلة على كل. ولا يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، فهي بشكل عام موضوع الزيارات، سواء كانت زيارات أقرباء أو زيارات جيران أو زيارات أخوة في الله، كل ذلك مما أمر الله به أن يوصل. يا سلام. حتى وصل البشرية في إرادة الخير، أنت تحاول أن تمد الجسور من خلال الزيارات حتى لغير المسلمين في سبيل تأليفهم أو تبليغ الدعوة إليهم. فتكون الزيارة هنا مقصدها عظيم جدا عندما تصل حتى غير المسلم. لكن هنا نتكلم عن الحالة الإسلامية وما ينبغي أن تتوفر فيها الصفة الخاصة بالمحبة والتزاور والتوادد وغير ذلك. فكما تكلمت عن موضوع آيات الوصل وترك القطيعة، كافة آيات صلة الرحم أيضا تدخل معنا في هذا الجانب. لأن إذا ذهب الإنسان إلى أقربائه ووصلهم وبدأ زياراته تأخذ هذا المنحى، فهذا أيضا مما يدخل معنا في هذا الجانب. زيارات المرضى أيضا مما يدخل معنا في هذا الموضوع. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم، وذكر من بينها وإذا مرض فعده. فعيادة المريض هي زيارته والوقوف عليه والاطمئنان على حاله، فيدخل معنا أيضا في هذا الباب كافة الأحاديث المتعلقة بموضوع. أيضا الأحاديث التي فيها من زار أخا له في الله. يا سلام. لا، داخلة معنا أن تزور من ليس لك معه أي مصلحة. ليس لك مصلحة دنيوية، ولكن لك مصالح أخروية. هذه طبعا معروفة، أن تزور أخ لك في الله وأنت ترجو ما عند الله، هذه أعظم مصلحة، أعظم مصلحة حقيقية، لكنها ليست منافع دنيوية تحصدها الآن، ولكن إن شاء الله ستحصد في الآخرة. فهذه كلها من الأحاديث من الآيات والأحاديث التي يمكن أن نقول بأنها تؤصل لموضوع الزيارات. جميل. لكن نأتي إلى موضوع حكم الزيارة، أو قبل أن نأتي إلى حكمها نلاحظ أن الإسلام في موضوع الزيارات تشمل نوعين يمكن أن نقسمها إلى نوعين بالإجمال. النوع الأول هو الزيارات المتعلقة بالأحياء ولها أقسامها. النوع الثاني الزيارات المتعلقة بالأموات، لزيارات القبور. هي زيارة القبور لها علاقة بالأموات، هي صلة مع أهل القبور بشكل من الأشكال.
طيب، بالنسبة للزيارات المتعلقة بالأحياء، فيها زيارة الوالدين، فيها زيارة الأقرباء، فيها زيارة الجيران، فيها زيارة الأصدقاء، فيها زيارة الأصحاب، كل يدخل معنا في أنواع زيارة المرضى. كل هذا يدخل معك تحت زيارة الأحياء. نعم. طيب، زيارة الأموات لها علاقة بزيارة القبور. زيارة القبور عموما هنا الآن دون تجزئة بأنه والله زيارة قبور صالحين أو غير صالحين، هي زيارة لأهل القبور عموما. نعم. الأموات من المسلمين زور القبور. التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم، كانت الشريعة في مبتدأ أمرها قد نهت عن ذلك لوجود شبهة التعلق بالمقابر وغيرها. فلما اتضحت الصورة وعلم الناس التوحيد واجتنبوا الشرك وأدركوا كثير من الأحكام التفصيلية، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. نعم. فإنها تذكركم الآخرة. وهنا مربط الفرس طبعا بالشق هذا بالذات، شق زيارة القبور. لماذا نحن نزور القبور؟ حتى نستفيد نحن. أي شكل من الفائدة؟ أنها عظة. فعندما تذهب إلى تنتقل من حالة الصخب العام، صخب الأسواق وصخب اللعب وصخب مجريات الحياة المختلفة، وتأخذ نفسك إلى زيارة من الزيارات إلى أهل القبور، وتقف معهم لبعض الوقت، تدعو الله سبحانه وتعالى لهم وأن يغفر الله عز وجل لهم، وفي نفس الوقت أنت تستحضر أنك ستذهب إلى هذا المكان. جميل. ستذهب إلى هذا المكان. فهذه تقريبا تذكر الناس. ولذلك مخطئ من يتصور أن الإنسان سيذهب إلى هذه المواقع طلبا لشيء يستنفع به من أهل القبور. الأمر ليس كذلك كما يفعله بعض الجهال للأسف الشديد. فأنت تذهب لتعتبر، تذهب لتتذكر، تذهب لتنتفع بزيارتك لهم. بالنسبة لزيارات عموما، هي تدور حسب الأحوال كما يقولون الأحكام الخمسة. هنالك من الزيارات ما هو واجب، كزيارة صلة الأرحام الذين يجب عليك زيارته، على رأسهم طبعا الأبوين. جميل. إذا كانوا ليسوا معك أو كذا، لا بد أن يكون لك وقت محدد أو زمان محدد تتفقد فيه الوالدين. هذه تقريبا من الزيارات الواجبة. وهنا لما نتكلم عن الوجوب، قد يكون الوجوب على كل وجوب عرفي، إنه والله حسب وضعهم أحيانا وحسب ظرفك أيضا. أنت أيضا هل أنت في نفس البلد، قرب البعد وكذا، قرب والبعد إلى غير ذلك. نعم. ثم أيضا ظرفهم هم، هل هم في حالة سوية، هل هم مرضى، هل هم لا قايمين بأمورهم، هذا له دور. هل معهم من الأبناء غيرك أنت، يعني معهم من يقوم على أحوالهم. هذه كلها تعتبر معنا. فبحسب هذا الحال، إن احتاجوا إليك يوميا يجب عليك أن تذهب إليهم يوم. إن احتاجوا إليك أسبوعيا يجب أن تذهب أسبوعيا وجوبا. يعني إذا كانت هنالك حاجة ماسة لا يقوم بها إلا أنت، لا بد أن تلبي هذه الزيارة والذهاب إليهم أو الوقوف على أحوال. هذا فيما يتعلق. هنالك أيضا زيارات واجبة مثل عيادة المريض التي تكلمنا عنها باعتبار حق للمسلم. وهنا أيضا قد يتساءل شخص إنه أنا والله هل كل مريض لازم إنه أنا؟ لا، ليس كذلك. هنالك من الناس الذين حولك عموما، سواء كانوا جيران أو أقرباء أو أرحام أو غيرها، وأنت تتصل بهم ويتصلون بك. فمن حقهم عليك أيضا، خاصة عند المرض وعند الحاجة. هذه لا بد أيضا أن تقوم بها، وهي تدخل معنا عموما في الزيارات الواجبة. كذلك أصحاب الحوائج، أصحاب الحوائج الذين يحتاجون إلى من يقف على أحوالهم. جميل. وليس هنالك من يقف على أحوالهم إلا أنت مثلا. وهنا قد تجب عليك الزيارة والذهاب إليهم. كما يتولى مثلا مهمة من المهمات العامة وكذا، يرعى أيتام أو يرعى أسر فقيرة أو غيره، وهو معني بهم، فهؤلاء أيضا يجب أن يذهب إليهم ليتفقد أحوالهم. هذا النوع يدخل معنا في الزيارات الواجبة. جميل. هنالك الزيارات المستحبة كزيارة الأخوة في الله، من أجل أنك تعزز العلاقة الأخوية بينك وبين إخوانك. من زار أخ له في الله. نعم. فهذا النوع من الزيارات فيها طبعا رضا الله تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى يحدث عليك السكينة وينزل عليك الطمأنينة بسببها، لأنك ما فعلت ذلك طلبا لشيء من أحوال الدنيا. وعلى هذا في زيارات كثيرة مثل زيارات الجيران، يتفقد الإنسان جيرانه القريب والبعيد، يقف عليهم بين فترة وأخرى. هذا كله يدخل معنا في الزيارات المستحبة. زيارة أهل الفضل والمكانة. زيارة أهل الفضل والمكانة وأهل العلم، هي كل هذا يدخل معنا في الزيارات المستحبة. هنالك زيارات مباحة
كزيارة الأصحاب بعضهم بعض في أمور عادية ليست فيها يعني شأن ديني أو يذهبون فيها لمقصد شرعي، إنما هي زيارة عادية كتزاور التجار لبعضهم وكتزاور الرياضيين لبعضهم. هذه زيارات تدخل معنا في دائرة إيه؟ دائرة المباحات. جميل. هنالك وهذا الأخير طبعا الزيارة قد تصل أحيانا أن تكون مكروهة أو أن تكون محرمة كيف؟ بحسب النتيجة. يعني مثلا بعض الزيارات حضورك فيها يعزز منكر قائم، هذا يحرم عليك أن تذهب. سبحان الله. يحرم عليك أن تذهب. يعني مثلا ناس عوام يقومون بمنكرات وأنت شخصية علمية، فإذا شهدت هذه الحالة ولم تنكر عليهم تحول الأمر والعياذ بالله إلى أنه سيقول الناس فلان حاضر ولم ينكر علينا. والله عز وجل أخذ الميثاق على أهل العلم أنهم إذا رأوا منكرا أن ينكروه وأن يبلغوا دعوة الله وكذا. فبالتالي إذا رأيت أن والله هذا المنكر لا تستطيع أن تغيره يحرم عليك أن تذهب. ثم أيضا أحيانا تذهب إلى زيارة فتجد في الزيارة أمور منكرة، أحيانا تذهب أنت بنية طيبة، ما يكون عندك علم كذا، لكن وجدت في الزيارة ما لا يمكن السكوت عليه، أو إذا جلست تترتب كما الله تبارك وتعالى أمرنا بأن نعتزل الذين يخوضون في آيات الله أو يخوضون في الزور أو يشهدون. الله عز وجل قال والذين لا يشهدون الزور، فلا تشهد هذا النوع من المشاهد إذا أنت والله مش قادر عليه. ولا تقعد معهم حتى يخوضوا في حديث غير. نعم. هذه تقريبا من الأشياء اللي على كل. كذلك الزيارات أعوذ بالله التي يكون فيها المقصد سيئا، يعني من البداية أنك تذهب لفلان من الناس أو تذهب للبيت الفلاني وأنت قصدك ليس حسنا، تحرم. هذه أيضا تحرم، يعني خصوصا إذا المسألة فيها إشكال. كمان مثلا والعياذ بالله يذهب إلى زيارات بعض البيوت ينظر الإنسان إلى ما حرم الله تبارك وتعالى، مثلا من النظر إلى النساء أو غيره، ويتقصد هذا الموضوع وزيارته القصد منها هذا النوع من هذا قد يحرم أصلا بطبيعة الحال. لكن بعضها قد تكون مكروهة. هي أحيانا بعض الزيارات التي هي لا ترقى إلى مرتبة الحرام، ولكنها قد لا تكون مناسبة لأهل الفضل وأهل العلم والمسلم الذي يريد أن يذهب عن نفسه الشبهات. هذه قد تكون مكروهة، ولها على كل أيضا أحوالها التي تخضع لها مثل هذا. بعض الناس مثلا يفضل أن يأتي لموقع فيه إشكال إذا كان حضوره يؤدي إلى تقليل المنكر حتى لو لم يزول. مثلا أنت جئت إلى مكان وجدت الناس يغنون ويرقصون ويختلطون، ولكن حضورك يؤدي إلى فك، على الأقل ما نقول فك الاشتباك، في أن والله النساء يذهبن لحالا والرجال لحالا، لكن تبقى الموسيقى والرقص موجود. سبحان الله. لاحظ المنكر، خففت المنكر. وهذا من الأشياء الشرعية، لأن والعياذ بالله هذا النوع من الاختلاط في المناسبات العامة قد تقع معه جرائم أخرى. فأنك وصلت إلى حالة أن والله لا، دع النساء لحالهم والرجال لحالهم وقد يجاملون ويكفون أيضا هذا. لكن قصدي أحيانا قد يكون التخفيف المطلوب. أحيانا إذا حضورك يخفف فلا بأس، إذا حضورك يخفف أيضا فلا بأس. جميل. نعم. بارك هذه الخمس أحكام تقريبا تدور فيها حالة نعم. حالة الزيارة. نعم. بعد هذا التقسيم وهذا التأصيل الجيد بارك الله فيكم، لعلنا أيضا أن ندخل في لب الموضوع. يعني الآن معليش، بس هنا في نقطة لابد أن ننبه إليها. مثلا من الزيارات التي تدخل في هذه الدائرة الأخيرة يا التحريم أو الكراهة. نعم. مثلا التكرر من العلماء على أهل السلطان الظلمة دون أن يكون لهم فيها أمر بمعروف أو نهي عن منكر، بل يكون فيها تزيين لواقع الحاكم الظالم. هذه بالذات أيضا فيها إشكالية كبيرة جدا. لذلك ما تسمع عنه السلف كانوا لا يذهبون إلى ذوي السلطان الظالم أو حتى أحيانا التكرار على السلطان نفسه حتى لو كان عادلا. كثير من العلماء يتوجسون منه خيفة من أن يتصور بأن هذا العالم تحول إلى خاتم في يد السلطان. لكن نحن لا نقول بالقطيعة المطلقة، إذا كان والله العالم ذهابه يفيد ويؤثر وينفع فليذهب، لكن إذا كان يعطي صورة
لأن هذا الحاكم يتكرر عليه العلماء وهو لا يكف عن منكره ولا يكف عن باطله، بل هو زاهد في إيه؟ في منكره. القطيعة قد تكون أنفع حتى يفهم الناس إنه والله العلماء ليسوا لا يزينون هذا الباطل الذي يذهب به. نعم. جميل هذا الإيضاح، بارك الله فيكم. ولعلنا ندخل في موضوع الآداب. يعني الإنسان منذ أن ينوي زيارة أخيه ما الخطوات التي يتبعها من حيث البداية، من ما يلزم التبليغ، ثم إذا حضر أيضا للزيارة وأتى إلى صاحب البيت كيف تكون هذه الزيارة من حيث عوامل كثيرة يعني، ومن حيث أيضا ما ينبغي مراعاته في خلال الزيارة. هذا يعني يهم السامعين إن شاء الله إيضاحه، بارك الله فيكم. طبعا هنا لابد أن نشير إلى أن الشريعة سبحان الله نظمت حياة الإنسان كله. نعم. نظمتك وأنت فرد، نظمتك وأنت أسرة، نظمتك وأنت أيضا خارج الأسرة، العلاقات البينية التي تكون خارج الأسرة. فإذا كان القرآن الكريم نظم الحالة داخل البيت الواحد لطائفتين من الناس، نظمها يعني مجموعة ساكنة مع بعض، أسرة ساكنة مع بعض، فيها أناس بلغوا الرشد وفيها أناس لم يبلغوا الرشد. تصور الشريعة نظمت من حيث التوقيت لمن هم دون الرشد الأوقات التي يدخلون فيها على الكبار. لاحظ يعني عندك أطفال، الشريعة ربتك إنه والله تقول لهم هنالك 3 أوقات لا تدخلوا فيها علينا، قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء. لاحظ هذا الأدب داخل البيت. يا سلام. فهنالك ما يسمى في الشريعة قياس الأولى. يعني أنت هذه الحالة التي نظمت الأسرة في داخل، عندك طبعا بالنسبة لكبار السن ألا يدخل عليك إلا باستئذان. لكن هؤلاء الأطفال وهؤلاء الصغار الذين يتكررون نظمت الشريعة لهم 3 أوقات يجب أن لا تضغط عليهم أكثر من ذلك. لكن هذه يربون عليها إنه هذه الأوقات أنت تراعيها وهم يراعونها. يا سلام. الكبار لا، الكبار في أي لحظة هم يريدوا أن يدخلوا لابد أن يستأذنوا. طيب، ففكرة التوقيت لابد منها في الآداب. فالذي يريد أن يزور لابد أن يراعي فروق الأوقات. هل والله التوقيت مناسب؟ وهذا طبعا تدخل فيه الأعراف. بعض البلدان ينامون مباشرة بعد العشاء مثلا، وبعض البلدان يساهرون. بعض البلدان أن تأتيهم ليلا أفضل عندهم من أن تأتيهم نهارا. فالعرف لابد أن يكون هنا واضح، إنه والله مثلا بعض الشعوب لا تتقبل أن تأتيها مباشرة بعد الفجر، وبعض الشعوب لا تجدها بعد الفجر هي ده الوقت المناسب مستيقظين ومتحركين، خاصة أهل البادية والريف يعني ما تلقى واحد نايم بعد الصبح مثلا، تحركوا بدري. فلا بد من التوقيت المناسب. لا نريد أن نقول والله الساعة الفلانية، لا، أنت راعي عرف البلد والتوقيتات التي يحبون أن تكون. هذه واحد. الأمر الثاني الاستئذان. نعم. الاستئذان هنا على كل، خصوصا اليوم نحن تطورت حالات الاستئذان. يعني بدل ما الإنسان سبحان الله يتحرك ليصل إلى بيت الشخص ثم لا يجده فيحرج نفسه ويحرج الآخر، اليوم أنت معك ما شاء الله الموبايلات. جميل. ونتكلم عن الواقع الموجود فيه موبايلات. طبعا بعض الشعوب إلى الآن زي الحالة الإريترية دي مختلفة، يعني ما كل الشعب عنده موبايلات أو تلفونات، لكن استخدم التلفون. نعم. نبهه إنه والله يا أخي أنا بصدد زيارة. نعم. أيا كان أنت في الزيارة مريض أو الزيارة لا تفقد سلام. نعم. معك زائر آخر تريد أن تعرفه على شخص بعينه أو تعرفه على الأسرة وهكذا. المهم الاتصال يساعد كثيرا في يجعل الطرف الآخر مستعد في الزيارة، يرتب أحواله، أو يقول لك والله ما تجي. وهنا سبحان الله يتجلى لنا في واقع المعاصر فكرة إنه والله يقول لك ما تأتي سهلة. صور الصحابة رباهم الله تبارك على أن يطرقوا الباب ويقال لهم ارجعوا فارجعوا. أيوة. فالآن أسهل بالنسبة لنا الحمد لله، الله لطيف بنا. أنت قبل أن تتحرك يقول لك كيف ظرفك كذا، تقول له لا أنا والله مرتبط أو طالع مشوار، أنا في المستشفى. نعم. سبحان. فهذه مساعدة جدا. جميل. لكن يجب أن تتقبل فكرة أيضا أن يعتذر لك. لا تأخذ فيها إنه خلاص تقيم الدنيا ولا تقعدها. إذا قالوا لك والله الظرف غير مناسب، يناسبنا بعد ساعتين بعد 3، يناسبنا بكرة. نعم. فالاستئذان. جميل. أيضا مما يدخل معنا في موضوع الآداب. نعم. أن يكون الإنسان
في داخل البيت منضبطا في حركته، في نظراته، في ألا يكون حريصا أن يكشف المستور، أن يجلس حيث يجلسه صاحب الدار. ضروري. طبعا بعض الناس يصر على لا أنا مناسبة معي الجلسة لا، حيثما يوزعك صاحب البيت يجب أن تلتزم، فهو أعرف بوضع بيته وأعرف بالمكان الذي يستر أهله، فبالتالي إذا جلسك في مكان يجب أن تلتزم به. يا سلام. بهذا الجانب. جميل. هذه مهمة. النقطة الخامسة أو الرابعة وهو موضوع عدم الإطالة. قدر الإمكان أيضا يعني الزيارة تكون بقدر الهدف الذي جئت إليه. فإذا انتهى الهدف خلاص. نعم. يجب أن تنصرف ولا تثقل على إلا برغبتهم. أحيانا أصحاب البيت يحبون أن تطيل، فهنا لا حرج أن تطيل معهم ما دام عندك وقت، لأنهم ما داموا مستريحين أو مرتاحين للمجيء والحضور والجلسة، فكل ما أخذت معه وقت إن شاء الله يكون ذلك في ميزان حسناتك عند الله. والمريض خاصة طبعا يقتصر عليك كعرف. نعم. وخصوصا عندك الآن خصوصا المرضى اللي في المستشفيات يراعى أن يأتي الإنسان في أوقات الزيارة. جميل. ولا يكون أيضا ويقتصر. أي نعم. فهذه كلها تقريبا إن شاء الله من الآداب على كل التي يمكن أن أيضا من الآداب الزيارة. النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى قضية زر غبا تزداد حبا. سبحان الله. زيارة الأقرباء وزيارة الأصحاب احرص قدر الإمكان لا تجعلها يوميا. عجيب. لأن الإنسان ملول، الإنسان له شواغله. تصور أنت والله إلا أن يكون والله يرتاح الطرف الآخر بحضورك. بعض الناس لا يأنس إلا إذا جاءه قريبه مثلا يوميا. سبحان الله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نبهك إلى أنه اجعل المسألة فيها غياب. كلما غبت ازددت حبا، سبحان الله، واشتاق الناس إليك. فهذه من الآداب أيضا المهمة. أخيرا نشير إلى أدب مهم جدا وهو أدب الإخلاص، وهو أن يرجو الإنسان بزيارته أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، وألا يرجو منها من حظوظ الدنيا شيء. فإن أتت بنفسها هذا شيء آخر، لأن بعض الزيارات تنتج سبحان الله أشياء كثيرة جدا حتى في دنيانا. لكن القصد الأساسي يكون هو إيه؟ يعني الإنسان لا يذهب لزيد من الناس لينال حظوة من الدنيا، لا يكون ذلك هو القصد، ولكن يريد أن والله يتقرب بزيارة الله سبحانه وتعالى، وإن نتج عنها بعد ذلك شيء فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. يا سلام. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. لعلنا أيضا من النقاط المهمة قبل أن يداهمنا الزمن، ما الذي يدور في الزيارة؟ يعني هل الزيارة فقط لأخذ الكلام والحديث، أم هناك تكون فيها مقاصد حقيقة جميلة وتفقد وأشياء؟ يعني هذا أيضا جانب مهم، لأنه بعد الزيارات يعني الناس فقط همهم أن يأتوا ويأكلوا ويشربوا ويتضيفوا وينتهي. هذا هو أم حقيقة هذه الزيارة لها أبعاد حقيقة تعالجها، تتلمسها أنت الزائر مع أخيك، ومن هذه الجوانب اللي يعني حقيقة من الضروري الوقوف عليها. ثم يعني أيضا تفضلوا في هذا. نعم. هي على كل الزيارة نعم. وما يدور فيها بحسب طبيعة الزيارة. نعم. يعني زيارة العالم تختلف عن زيارة المريض، وزيارة مثلا الأخ في الله تختلف عن الزيارة العادية بين الأصدقاء. فالشاهد هنا مثلا أنا عندما أزور عالم هنا واضح جدا أني أريد أن أستفيد. فأي وقت أجده مع هذا العالم سأستفيد أمرين، استفيد علما واستفيد أخلاقا. يا سلام. علم بأنه والله أحرص قدر الإمكان أن أخرج منه، أخرج منه بالأسئلة، أخرج منه بالإجابة، الإنصات لما يجيب به وما يتكلم به، وفي نفس الوقت أيضا أخرج بنوع التربية والنمط التربوي الذي يقول. يعني كثير من الناس، كثير من مشايخنا مثلا أحيانا تجد سبحان الله ما تستفيده أنت من علمه من أدبه وخلقه أكثر ما تستفيد من علمه. سبحان الله. تعظيم الله تبارك وتعالى، توقير النبي عليه الصلاة والسلام، مقولة أني لا أعلم بما لا يعلم فيه. فأنت كثير من القضايا تتربى فيها مع صحيح. في هذه الزيارة قد تكون زيارة بسيطة. ومن الزيارات سبحان الله ما كان السلف رضوان الله عليهم يقولون من الناس من ينفعني الله بزيارته شهر. سبحان الله. بعض العلماء، بعض أهل التقوى، بعض العارفين بالله تأتي فقط مجرد رؤيته تنفعك. يا سلام. سمته، هديه، أدبه، أخلاقه، حتى روحانيته. يا سلام. فتشعر بأن والله تتضايق ما بعيد عنه. فتأتي أنت
وقد انتفعت من هذه الزيارة بأنك تخرج، وهذه سبحان الله ملموسة، شحنات إيمانية تخرج قوية. بشحنة إيمانية. والله بعضهم لا يتكلم، يا ما صحيح. يتكلم، لكن سبحان الله تخرج وأنت هذا الشخص زهد في الدنيا وتعلق بما عند الله عز وجل. هذه بالنسبة ليست سهلة، لا تجدها عند كل شخص. فعندما تزور هؤلاء العلماء وتزور هؤلاء الدعاة الذين يغرسون فيك هذه المعاني، أو تخرج منهم بجرعة وعي تفيدك في حياتك في مواقفك العامة، خاصة في زماننا هذا الذي اختلط فيه الحابل بالنابل، ما هو الموقف الصحيح. فزيارة العلماء شيء، زيارة المريض فيها تطمين له، سؤال عن أحواله، إذا احتاج شيء أيضا يجب أن تعرف أدويته متكاملة، ماذا يحتاج، ماذا عليه من دفعيات، الأسرة من ورائه، هذه كلها. فأنت المريض تعيش معه هذه الحالة، لا تجعله في ملفات أخرى قدر الإمكان حتى تنتج الزيارة. والله السؤال عن أحواله، وأحيانا تطمينه، رفع المعنويات، إنه والله تعطيه أمل. نعم صحيح. ودي طبعا إبداع، كيف أنه والله الإنسان يبدع في هذا الجانب. فأنت أيضا هذه لابد أن تدركها، إن الله زيارة الأخ في الله أيضا تختلف عن، يجب أن والله أنت تضرب يعني سيرا على الأقدام أو بالسيارة وتخسر، ولا يكون في زيارتك لأخيك في الله أي معنى من معاني زيادة الإيمان أو التذكير بالله أو التفقد أيضا أحيانا. فهذه لابد أيضا أن نعرف بأن زيارات الإخوان أحيانا يكون أيضا الهدف منها التفقد عن الأحوال، والله كيف تعيش، كيف أحوالك، كيف تمضي ظروفك. هذه كلها من الأشياء اللي حقيقة الواحد يمكن أن يعني يعرفها من خلال هذه الزيارات ويجعلها موضوع الزيارة. نعم بارك الله فيكم. لعل الوقت يداهمنا، لكن في أيضا يعني حقيقة أمر استجد الآن يعني في واقعنا، ألا وهو يعني الجوال هذا. يعني الناس يأتوا يزورون، فتجد يعني الواحد يا ينشغل أو الطرف الثاني أيضا يعني ينشغل. فالتوجيه في هذا جزاكم الله خير. وبعد أيضا نختم بناس. نعم. هو حقيقة أول قبل أن أدخل إلى جزئية الموبايل وطريقة، لابد أن نؤكد في ختام هذه الحلقة إن شاء الله أن الزيارات تساهم في حياتنا بأشياء كثيرة جدا. أولا سبحان الله تغرس المحبة بين الناس وتعزز الأخوة. نعم. وتجعل المجتمع مجتمع متماسك، مجتمع مترابط، ليس مجتمعا متفككا أو مفككا. تبعد الفردانية عن حياتنا قدر الإمكان، ونحن محتاجين إلى هذا الجانب. تعزز صلة الأرحام، الذين يتزاورون يعني تنتهي بينهم القطيعة إذا كان هنالك قطيعة ويكون فيها الصلة ويكون فيها كذلك يحصل فيها التهادي أحيانا، الهدايا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا تحابوا. فإذا كانت جئت في زيارة ومعك هدية من الهدايا لمن، هذا ما يعزز الحب بين الناس. المشاركة في الأفراح، لاحظ أنت لما تأتي إلى شخص في مناسبة يشعر فيها الإنسان بأنه والله إخوانه يقفون معه. كذلك في الأحزان يعززون معه أيضا التلاحم والوقوف والتخفيف من الآلام. فعلى كل لابد أن أشير إن شاء الله في الختام أنه هذه الأشياء الزيارات غير البعد الأخروي. البعد الأخروي رضوان الله تبارك وتعالى، وأن تكون في ميزان الحسنات، وأن يحسب الله لك خطواتك. هذا كله شيء طبعا ما نعرف ما هو حجم الميزان لهذا الجانب، لأنه سبحان الله أنا دائما أقول بأنه لا نعرف ما الكفة التي سيترجح بها الميزان. علك تذكر ذاك الرجل الذي وضع السجلات من سيئاته فلا أمل له، فقالوا له هل لك حسنة؟ قال وما تفعل يا ربي حسنتي مع هذه السجلات؟ فيخرج الله له بطاقة فيضعها مكتوب عليها لا إله إلا الله، فطاحت أو كل هذه السجلات بهذا. فأنت لا تدري، مع أنه قال ابن تيمية عليه رحمة الله كم من أناس قالوا لا إله إلا الله في نفس الوقت يعذبون في جهنم لأنه ارتكبوا كبائر. لكن هذه لا إله إلا الله التي وزنت كل هذا وأطاحت، هي لا إله إلا الله خرجت من قلب مؤمن أو قلب صادق أيقن بها وصدق بها، وترتبت عليها لوازمها بعد ذلك من الحب في الله والبغض في الله والسعي للخير ومعرفة الحق إلى غير ذلك من الأشياء اللي هذه البطاقة جعلته. ولذلك لا بد الإنسان أن يدرك إن والله قد تكون في زيارة ترجح كل شيء. مش كده؟ كتلك البغي من بغايا بني إسرائيل التي سقت كلبا فغفر الله له. فأنت لا تدري ما المرجح. فنحن نقول والله الأجر زي ما يقول إيش؟ طلاق. أنت كيف تجمع في هذا الجانب. أما بالنسبة بعد أن تحضر
هذا لا بد من أن ننبه الضيف والزائر له حقوق. يا سلام. أقل حقوق هذا الزائر ألا تنشغل عنه في فترة زيارته، جميل. لأن ذلك سبحان الله يظهر عدم الاهتمام، يظهر اللامبالاة، يظهر عدم الترحيب. هذه كل إشكالات. وزي ما قالوا الجماعة في المثل السوداني، قالوا بليلة المباشر ولا ضبيحة المكاشر. يعني أن تستقبلني وأنت عندك موية فقط وأشياء بسيطة جدا أفضل عندي من أن تكون أنت مشغول عني ولاهي عني وما مرحب بي وقد ذبحت لي. هذه البعد الإنساني هنا. البعد الإنساني ليس في البطن، البعد الإنساني في أنك تعطيه قيمة. تعطيه قيمة بأنه والله، والشريعة حثت على ذلك. إذا زارك شخص أو جاءك ضيف الأولوية شرعا له ليس لشيء، حتى لو كانت لك نوافل، لك حزب من القرآن، ما تحاول تقول والله أقوم لأقرأ، لا، هذه اللحظة هي لحظة الزائر ولحظة. فلا بد لا الزائر ينشغل ولا المزور أيضا ينشغل إلى اللحظة التي تنتهي فيها على الأقل عملية الزيارة. بارك الله فيكم. حقيقة لعل أن نختم في يعني ختام هذا الحديث بالإشارة فضيلة الشيخ إلى يعني قضية ربما تكون من السنن المهجورة، وهي التشييع لمن أتى إليك زائرا. يعني هذه السنة لو حدثتونا أيضا عنها. نعم، التشييع هو المقصود بها أن الإنسان يخرج مع من زاره إلى عتبة بابه. وهذه طبعا قليل من الناس من يفعل ذلك. يعني بعض الناس يعني يودعك من الصالة زي ما يقول أو هو جالس في بيته، ولكن أن تذهب مع الزائر وأن تذهب مع من جاءك في البيت إلى أن تذهب معه إلى خارج البيت. يا سلام. وتقف حتى ينصرف. وإذا معه سيارة تطمئن أنه ركب سيارته وتحرك. كل هذا سبحان الله يعني لتعطي الزيارة قيمة. يا سلام. هو أنك مرتاح وأنك تقدره، ما أنت متخلص منه كمان. لا طريقة إنه والله بلا وانجلى لا تصلح. لا بد سبحان الله هذا السلوك الذي فيه إظهار للقيمة، إظهار للاحترام، إظهار للود، إظهار تقدير للزيارة نفسها. وعدم الاكتفاء أنك والله لست. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. ولعلك تذكر بعض مشايخنا في السعودية كيف الواحد يخرج معنا حافيا أكيد. إلى أن يخرج إلى الباب وهو لا يلبس حذاءه، يخرج معك حافي. هذه سبحان الله لا يفعلها إلا الفضلاء. وكان من هدي عليه الصلاة والسلام بنفس الطريقة مثلا في السلام. النبي إذا سلم عليه شخص ما كان يفك يده حتى يفك الطرف الآخر. هذه ليست قضية سهلة. هذه القضايا التي نراها شيئا بسيطا أو شيئا هي سبحان الله لها أثرها، لها قيمتها، لها وضعيتها في النفس البشرية. نعم، أحسنتم. حقيقة في ذكر هذا التشييع لا يعني يفوتني أن أشيد يعني فضيلة شيخنا الشيخ سعد بن عبد الله الحميد. نعم. العالم المربي المحدث جزاه الله خير على كثرة ما كان عندنا له من زيارة. فلا أذكر أنه يوما يعني إلا وأن يشيعنا إلى مع ضيوفنا إلى أن نركب. فكان حقيقة محل يعني تربية، ونسأل الله أن يعني يطيل في عمرها على خير. وكذلك مجموعة أخرى من المشايخ. أسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يوفقنا لما يحب ويرضى على ما سمعنا وما قدم الشيخ، نجعله هذا الحديث نافعا في تربية نفوسنا، وتكون زياراتنا زيارات بإذن الله نافعة تحقق الترابط، تحقق الإخاء، تحقق الصلة يعني في مجتمعنا، وتقوي يعني هذه الجوانب الطيبة الجميلة بيننا، حتى تكون هذه الزيارة زيارة بإذن الله نافعة مقوية لما أمر الله به سبحانه وتعالى. أيها المشاهدون والمشاهدات الكرام، إلى أن نلتقيكم في لقاء قادم. يعني نشكر حسن استماعكم ونشكر الشيخ ما تفضل به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.